السلام عليكم ورحمة الله، عاملين إيه؟ يا رب تكون بخير وبصحة وسعادة وهنا، ودايمًا مبسوطين وسُعدا. لسه يعني إحنا أهو في رحاب شهر رمضان الجميل اللي دايمًا ليه كده سبحان الله اللي عند المسلمين حاجة كده. حتى بتيجي أخبار كده من الكويت، سما الكويت عمّالة تنزّل إخواتنا البُعَدة لوحدها كده، الطيارات بتقع لوحدها. يالّا، المهم قبل ما أبدأ ممكن اللايك لو سمحتوا؟ يعني شهر رمضان حلو واللايكات حلوة ويوتيوب حلو باللايكات وكده. امبارح كنا بنتفرج على ماتش كورة. قبل ما أبدأ على ماتش كورة بتاع الزمالك عايز أقول لكم حاجة، إن دايمًا قالها لي أخويا الصغير يوسف، مشجع زملكاوي جميل. قال لي: "الزمالك فريق المعجزات." بُص، هو الأول يعني إيه معجزة؟ المعجزة إن يبقى في إيدك 2 بال2 دول تعمل 10. هو ده بالضبط ال الكلام عن المُعجزة والإعجاز. الإعجاز إن أنت ما كانش في إيدك تعمل حاجة صغيّرة، عملت حاجة كبيرة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لمّا كان بيتكلّم مع الكافرين قال لهم يعني إيه، إن القرآن آآ لا يمكن توصلوا له إلا بعلم الله. فاهم؟ وبالتالي المعطيات اللي كانت في إيد الزمالك يعني ما كانتش كتيرة، والزمالك كان في أول الموسم يعني ما عندوش حاجة مضبوطة، ما عندوش حاجة حلوة، ما عندوش حاجة صح. طيب، ماتش امبارح اللي اتفرج عليه، الزمالك كان ممكن يغلب بيراميدز 5-0. ده مش يعني ده مش لأ، ده تواضع. يعني الزمالك فعلًا سيطر على مباراة كاملة، مباراة مش طبيعية. أداء جيد جدًا. الزمالك من الدقيقة الأولى بيقول أنا هاكسب الماتش. من الدقيقة الأولى الزمالك بيحط كورة في العارضة. أنا ما أعرفش إيه حكاية العارضة يعني. هي العارضة دي عايزة مننا إيه يعني؟ كور كتير أوي في العارضة يعني. فرقة بيراميدز أكيد نازلة. فرقة بيراميدز فرقة تقيلة جدًا، فرقة يعني متخصصة بتغلب الأهلي على طول. فرقة تقيلة، فرقة بطل أفريقيا، فرقة ولا شك بتنافس على الدوري، لسه بتنافس في الكاس. لأ، فرقة تقيلة وأنت بتلاعبها بمعطيات يعني. الزمالك دلوقتي نقدر نقول إنه كان خارج من 6 انتصارات، وبالتالي الفرق ما بقتش تستهتر بيه. يعني امبارح فرقة بيراميدز ما كانتش مستهترة بالزمالك. يوريشيتش مدرب بيراميدز واضح إنه متنرفز جدًا وعصبي جدًا من أول الماتش، باين عليه القلق، معنى كده إنه خايف من الزمالك. فرقة بيراميدز اللي عندها غير الدكة 3 دكك، عندها غير الفرقة 3 فرق. فرقة بيراميدز اللي وهي بتلعب إيه الحقيقة مرعبة. فرقة مرعبة، فرقة سيطرت على المباراة 64% تقريبًا نسبة الاستحواذ. لكن معتمد جمال كان مركّز في حاجة، إن أنت استحوذ زي ما أنا عايز، أنا هاقف تحت الكورة، أنا شايف الملعب، أنت مش شايف الملعب، أنا هاوقّعك، هاخد منّك الكورة. عندي لعيبة، أنا خلاص قررت أسمّي ناصر منسي الملقاط. يعني هو لعيب ملقاط، يروح كده إيه، يغلِّس على أي مدافع، يرمي بداية على المدافع، ياخد منّه الكورة ويعمل إيه، يا يعمل assist يا يعمل مصيبة يعني. امبارح لو ناصر منسي كان مركّز شوية. هو مركّز بس في حاجات تانية. يعني هو مركّز إن هو ياخد الكورة من الخصم، يوقّع الخصم. هو ناصر منسي الفترة دي مركّز إنه يعمل assist. ناصر منسي ما عندوش حُب نَفْسه. لمّا بيأنِّن شوية بتطلع عيوب ناصر منسي، يعني بتطلع عيوب القماشة بتاعة ناصر منسي. الزمالك فارق دلوقتي ب3 نُقط عن أقرب المنافسين بيراميدز. بس خُد بالك ده بيعمل ضغوط مش طبيعية على الزمالك. الزمالك اللي هو كان بالنسبة لي أنا كمتفرج زملكاوي باقول يعني يالّا نلعب بس نأدّي كويس، نطلع تاني، تالت، رابع مش مشكلة. لأ، إحنا النهارده علينا ضغوط. إحنا النهارده بنقول إن إحنا لازم ناخد الدوري. طيب إحنا ممكن ناخد الدوري. شوف المعطيات بتتكلم عن حاجة، إن مجرد إنك تقول الزمالك، فالزمالك يعني المفروض بعد ما تقول الزمالك تقول يا عيني، يا حرام، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده يعني إحنا من مستحقي الصدقة زي ما بيقولوا يعني. الحقيقة عدو الزمالك الأول السنة دي، سيبك من الناس اللي مشيت، سيبك من ناصر ماهر. أنا بصراحة ناصر ماهر ما كنتش باحبه بصراحة يعني. أنا ما كنتش باحبه لإنه جاي من الأهلي بصراحة يعني. يعني مش إنه كان جاي لنا من الأهلي كده. يعني أنا باحس إن لعيبة الأهلي فيهم حتة مش بتاعتنا كده، يعني بمنتهى الأمانة. حتى عبد الله السعيد ولا بس عبد الله السعيد محترف أوي. عبد الله السعيد لعيب محترف، لكن باحس إن هم عندهم يعني
دايمًا حاجة مختلفة عن لعيبة الزمالك. أنا باحس لعيبة الزمالك يعني ممكن أقول لك مثلًا مين لعيبة الزمالك، محمد شحاتة، آمم، حسام عبد المجيد، الونش، باحس إن دول لعيبة الزمالك بمنتهى الأمانة، حتى عمر جابر، باحس إن هم لعيبة طيبين كده، فيهم حتة طيبة كده، عارف؟ زي الواد بيتزيرة ده، تحس إنه زملكاوي، هو زملكاوي من صغره تقريبًا. طيب، ماتش امبارح حَط معطيات جديدة، يمكن آمم أكتر الناس غير مستفيدة من ماتش امبارح الحقيقة، وإن كان على الورق الأهلي استفاد، يعني كان على الورق الأهلي استفاد إنه بيراميدز نزل له، وفي كمان جماعة أهلاوية جميلة أوي بيقول لك كده إحنا عايزين البيراميدز يُقع لإن الزمالك إحنا نقدر نسيطر عليه. لأ بُص، أنت مش عارف تسيطر على زد، يعني بُص، أنت لمّا بتبقى قوي قوتك باينة، النادي الأهلي يقدر يرجع، بس أنا هافهمك مشكلة النادي الأهلي إيه. مشكلة النادي الأهلي في المرتزقة، أنت جايب ناس مرتزقة، زي ما قُلناها قبل كده كتير، كابتن محمود الخطيب اعتمد على ناس جاية بتتجوّز واحد غني، معلش يعني إخواتنا الخليجية يعني، متجوّزة واحد خليجي، فاهم؟ متجوّزة واحد خليجي من الخليج، معاه معلش برضه آسف تاني شوال رُز، فمعاه رُز كتير، فاهم؟ فأنا جاي لك عشان الفلوس، كلام واضح يا أخوانا، ناس رايحة تعمل إعلانات وسط الدوري، ناس رايحة تعمل رامز، ناس رايحة تعمل شعرها مش عارف إيه، ناس مقتنعة وعارفة إن كابتن محمود الخطيب بيعمل propaganda، ما بيعملش فرقة كورة، ناس مقتنعة إنه ما فيش كشف حساب في النادي الأهلي، ما فيش حد بيحاسب في النادي الأهلي، النادي الأهلي كل الكلام للأسف الشديد يعني جمهور الأهلي إخواتنا حبايبنا يعني رمضان مبارك عليهم يا رب، إخواتنا دول مش فاهمين إن المشكلة مش بيستورب أو أيوه هو مدرب عنده مشاكل صح، بس كل مدربين العالم عندهم مشاكل، أصل أنت مش رايح تجيب جوارديولا يعني، لكن أنت لازم تقر وتعترف إن فرقة الأهلي معمولة غلط. لعيبة الأهلي كلّها أسامي كبيرة، فاهم؟ حتى الجعان حلو، لعيب حلو، فاهم؟ إمام عاشور، بن رمضان، بن شعبان، بن حفيظة، بن تِن، يعني كلّهم أسامي، أشرف داري حتى الاسم، يحيى عطية الله، بتاع ده الواد يا أخوانا الجزار جايب 90.000.000 جنيه، أنت الخطيب عمل معادلات، أنا مش شايف أكتر من إن صفقات النادي الأهلي كانت صفقات عمولات. أنا مش شايف أكتر من كده، لإنه الله إيه اللي وصّل لعيب زي الجزار ياخد 90.000.000 جنيه؟ إزاي يعني؟ إزاي يعني؟ إزاي؟ إيه اللي وصّل إن الأهلي عايز أوي أحمد عيد؟ أحمد عيد، إيه اللي وصّل إن النادي الأهلي مثلًا جاب ياسين مرعي؟ وأنتم شايفين حالة يا أخوانا كأهلاوية، أنا مش فاكر الأهلي داخل فيه كام جون، 18، 19 جون، الأهلي تقريبًا جايب أجوان قد الأجوان اللي دخلت فيه. حاجة مشكلة كبيرة جدًا، 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 في رعونة، يعني سيبك من إن تريزيجيه وبعدين إيه أنت عارف تريزيجيه طبعًا لعيب قوي جدًا، هو الوحيد اللي عنده روح ودم، أهلاوي، لكن تشوف مثلًا زيزو رايح للجمهور يعمل لهم كده، يا سلام! لا والله، يا راجل، فاهم؟ إمام عاشور مش في دماغه، إمام عاشور بُص الموضوع كله بقى إيه، مش أنتم جايبين ده وده وده، أنا لعيب في النُص، أنا بيشتغل على قد فلوس كابتن محمود الخطيب، أنت هتدّيني 30.000.000 وبتدّي زيزو 130.000.000 أنا هاشتغل لك بال30.000.000. تاني حاجة في كُره بين اللعيبة، يعني أنت مثلًا لمّا تبُص ممكن تلاقي إمام عاشور في الماتش اللي فات ده شاط كام شوطة ما لهمش أي لازمة، بس أنا عارف ليه شاطهم. إمام عاشور يقول لك أنا ممكن أعمل assist مثلًا لزيزو يجيب جون يتصيط عليّا، لأ، مش هاعملها، أنت متخيّل؟ فرقة كورة بينهم وبين بعض كُره مش طبيعي. جمهور النادي الأهلي اللي راح الاستاد الحقيقة المرّة دي فعلًا جمهور الأهلي تقريبًا حَط ال15.000 يعني اللي هم بتوع الكوتا بتوع الأمن يعني. جمهور النادي الأهلي للأسف الشديد في الماتش بيقول لك الحكم، حكم إيه؟ حكم إيه؟ حكم إيه؟ ضربة الجزاء بتاع الأهلي، ضربة الجزاء بتاعة الأهلي هي نفس ضربة الجزاء اللي اتحسبت على الزمالك في ماتش سيراميكا، بس الحاجات دي ما بتتحسبش غير على الزمالك، يعني الأهلي لازم يركّز في الموضوع ده، ضربة الجزاء اللي اتحسبت في ماتش سيراميكا واللي الحكم اتوقف بسببها، دي ضربة جزاء ما بتتحسبش غير على الزمالك، فمش هتتحسب كمان على زد يعني. يعني ده هبل يعني، مش هتتحسب مرّتين، يعني الأهلي مش هيستفيد من ضربة جزاء على الزمالك ويستفيد من ضربة جزاء ليه. تاني حاجة يا أخوانا معلش، شوية اللصوص بتوع التلفزيون المصري، شوية اللصوص اللي بيحطّوا الخطوط بتاعة الفار على هواهم ويعوجوا الخط وبتاع، الهدف التاني بتاع زد
لو واحد عنده نسبة شرف 1% فالهدف التاني هو هدف صحيح. النادي الأهلي كان لازم يخرج من المباراة دي مغلوب 2-0. ما فيش حاجة اسمها ربع ساعة وقت إضافي لأ وإيه وبيعترضوا على الحكم. إحنا زهقنا كلام في موضوع الحكام، وزهقنا كلام في موضوع الرابطة، وزهقنا كلام في موضوع اتحاد الكورة. مش متوقع إن الزمالك يعني ياخد الدوري إلا إذا كانت الأمور ماشية فير، والأمور في مصر ما بتمشيش فير. للأسف الشديد ما عندناش مجلس إدارة يتكلم، ما عندناش حد بيهوهو، لأن لازم حد يهوهو. لازم سيد عبد الحفيظ يطلع ويتكلم وبتاع، فاهم؟ الزمالك حاجة تفرح. الزمالك بسطنا، يعني انت عارف، انت قال لك لو واحد مثلا قابلني في الشارع انا زملكاوي، فاهم؟ اللي هو انت ضد المنطق. الزمالك يا اخوانا ضد المنطق، ضد العقل. الزمالك هو الفريق زي ما يوسف بيقول، فريق المعجزات. صباح الفل.